السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. صباح الخير، صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الجمال ده كله اللي احنا عملناه النهارده ب 3 كيلو لبن. عملنا معانا زبادي، عملنا قشطة، عملنا زبدة، عملنا جبنة، شلنا لبن. بصوا كل حاجة ما شاء الله، الخير كتير والحمد لله، هنملى بيه بيتنا كلنا. يعني لو حابين نعمله كده من غير ما نشتري، والله العظيم ندمانه اني كنت بشتري طول عمري الزبدة والجبنة من بره بعد الفيديو اللي عملته دون. بجد بجد حاجة تحفة. بس في الاول والاخر هو طبعا الرك على اللبن الحلو واللبن اللي كله خير مش مغشوش. تعالوا نشوف هنعمل مع بعض ازاي الوصفه بتاعتنا النهارده. بس قبل ما نخش يا ريت ما تنسوش اللايك والشير يا جماعه، عشان خاطر يوصلكم كل اشعاراتنا وكل فيديوهاتنا الجديده. نسمي ونقول بسم الله. احنا كان معانا هنا 3 كيلو لبن، انا عن 3 كيلو لبن عندهم في الفريزر محوشاهم بقى شارياهم مره واحده 3 كيلو لبن. بس اهم حاجه يكون لبن بخيره. فضيته كده وهو متلج عادي مش مشكله، او لو عندك طبعا لسه طازه كده يكون احسن. فضيناه في حله زي ما انت شايف، بس حله تكون كبيره وعلى النار. سيبناها لحد ما فكت كده، التلج كله فك، وبس ايدينا فيه يعني باستمرار كده ايدينا فيه على طول. ويا سلام بقى لو حنا كده بكوبايه ونشرع في اللبن كده، بس انا عشان خاطر كان متلج ما عرفتش اعمله. المهم عند شرع فيه كده طلعنا قشطه رهيبه. المهم دلوقتي غلي معانا. بعد ما غلي، اول ما غلي هدينا النار عليه شويه وسيبناه يغلي مع بعض شويه. ما تقلقوش انت واقفه قدامه مش هيفور منك ولا حاجه. بعد ما غلي معانا بقى ركناه لحد ما برد، غطيناه حطيناه في التلاجة لتاني يوم. ودي نتيجة تاني يوم. بسم الله ما شاء الله تبارك الله تبارك الرحمن، مطلع كمية قشطة الله أكبر عليها ما شاء الله. طلع لنا حوالي يعني نص كيلو قشطة. فعلا فعلا نص كيلو. شايفين ما شاء الله؟ انا قلت لكم اهم حاجه يكون اللبن لبن بخير ولبن حلو مش لبن مغشوش. يعني اللبن ده لو جبتوه من عند اي لبان مش هيبقى حلو طبعا. ده واحده ست بتيجي من الارياف بناخده منها جميل جدا، والكيلو ب 25 جنيه برضو. يعني مش غالي ولا حاجه، يعني جميل جدا. زي ما انتم شايفين احنا شلنا كل القشطه اللي عليه. واقول لكم دلوقتي هنعمل ايه باللبن. طبعا مش بس هنعمل قشطه وخلاص كده، لا اوريكم هنعمل ايه باللبن دلوقتي. دلوقتي شايفين ما شاء الله القشطه اللي طلعت نص كيلو قشطه ما شاء الله من 3 كيلو لبن. يعني احنا المستفيدين القشطه بنفس ثمن الزبده، انتوا عارفين طبعا. تمام كده. بقى اللبن اللي فضل انا شلت منه كيلو ونص، فضل معانا بقيه الكيلو ونص. طبعا هو عشان شلنا منه زبده اقل من كيلو ونص. طفيناهم على النار لحد ما حطيت صباعي كده فيها وايدي استحملت الحراره كده. هنا معانا زبده، نزلت الاول بمعلقه سكر وقلبته كويس فيها عشان يدينا نفس الطعم بتاع اللبن اللي بره، الزبادي اللي بره. وهنا معايا كوبايه قشطه، خدت منها معلقتين بس، خدتها بقشطتها كده بتاعت الوش عشان ده يطلع زي اللبن بتاع اللي بيتباع بره في عند اللبان، بس اللبن اللي هو البلدي، الزبادي البلدي قصدي، مش اللبن مش الزبادي الشركات. لو انتوا عايزين كريمي زي زبادي الشركات ما تشيلوا القشطه خالص، تبعدوها خالص. خدت منها كبشه لبن على معلقتين الزبادي، قلبتهم حلو جدا ونزلت بيهم على اللبن كلهم، قلبتهم حلو جدا جدا مع بعض عشان خاطر كلهم يتخمروا. وحبيت اعمل صوص فراوله، حبيت اعمل هنا زبادي فراوله، فكان عندي صوص فراوله اخدت منه شويه كده في الكوبايه، قلت نجرب نشوف هيعمل معانا ايه. يعني كانت لازم فاكهه ولا لا، بس فعلا طلع حلو جدا. هنا عملت 4 كوبايات زبادي. بس انا كنت بعمل بس عشان اوريكم الطريقه وهتبقى حلوه ولا لا. انا حبيت اجربها، لو نجحت معايا هرفعها لكم، ما كانتش نجحت معايا ما كنتش هرفعها. بس ما شاء الله النتيجه مرضيه جدا 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 وهتعجبكم جدا جدا. الفيديو ده كله كده قريب لقلبي جدا، حلو والله قريب لقلبي قوي قوي قوي، عشان فرحانه بالنتيجه اللي انا طلعت لها بيه. زي ما انتم شايفين كده انا هدفي الفرن، وبعد كده هدخلهم في قلب زي ما هم كده في الفرن لحد ما تاني يوم. وتاني يوم هحطهم في التلاجة لحد بالليل. يعني هقوم الصبح احطهم في التلاجة على الاقل خالص كده. في الشتاء دون بيقعد معانا حوالي 8 10 ساعات. بعد كده بحطهم في التلاجة ساعتين 3. ودي كانت النتيجه بعد ما حطهم في التلاجة. بصوا حاجه كده وهم. يعني قلت اجرب واقلبه كده، كنت فرحانه بيه جدا. زي ما انتم شايفين كده حلو قوي قوي وطعمه حلو جدا. هو زي ما انتم شايفين بص زي الزبادي البلدي بالظبط، مش كريمي كريمي زي الزبادي البلدي. لو انا عايزاه كريمي جدا هشيل بقى القشطه، مش هحط القشطه اللي هي استبعدها خالص، القشطه اللي على علبه الزبادي الخميره او اي قشطه فيها عشان تطلع كريمي معاكم زي زبادي الشركات اللي هو في العلب المغلفه دي اللي انتوا عارفينه. تمام. ده الشكل بتاعنا. خلصنا الزبادي التحفه القمر دون. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه بعد الزبادي ببقيه اللبن اللي احنا او بقيه انه كيلو ونص. بص انا هوريكم صح الزبادي بتاع الفراوله الاخر. شايفين ما شاء الله جميل حلو جدا جدا، هو طعمه كمان حلو قوي قوي. بس كده تعالوا نشوف بقى نعمل الجبنه كمان ازاي من بقيه اللبن اللي احنا عملناه. انا مش هنعمل جبنه يعني هعمله خرطتين، ما هم شويه لبن صغيرين بس، برضه حبيت اوريكم الطريقه وانتوا اللي عندكم ضعفوا الكميه بقى ضعفوها. هنا بقيه اللبن اللي فضل نزلت فيه بقلب زي ما انتوا شايفين كده، وبرضه هحطه في الفرن مع الزبادي ولحد تاني يوم، وبرضه احطه في التلاجة. وبعد كده تاني يوم شايفين هو دي بقى النتيجه. شايفين كريمي، جبنه كريمي تحفه تحفه تحفه.
احنا لما على المصفى هحط طبق تحتيها او اي حاجه تحتيها كده عشان خاطر تصفي كل الشرش اللي ينزل منها. والشرش ده طبعا مش هنرميه، طبعا احنا هنحط في الجبنه. بس انا نزلت بكل جبنه زي ما انتم شايفين كده، هفردها بقى اعملها شكل رول كده، او عايزه تسيبيها في القالب زي ما هي مش مشكله، كده كانت جبنه برده زي ما انت شايفاها. انا تنزليها في قلب الشاشه او في المصفى وترش عليها الملح وتغطيها وتسيبيها لحد ما تصفي ميتها خالص، وكلي احلى جبنه بخيرها. انا عايزه اقول لكم بالرغم ان احنا شايلين القشطه بتاعتها وبالرغم ان احنا شايلين يعتبر الخير، انا عايزه اقول لك الجبنه بصوا حرفيا كانها زبده، يعني حتى لما بمسكها بايدي كده كريميه جدا جدا جدا. كمان غير كده ريحتها، يعني حتى ريحتها سمنه بلدي، مع ان انا شايله الخير بتاعها وشايله الزبده، بس فعلا فعلا زبده بلدي. بصوا ده تاني يوم، بصوا نزل الشرشه قد ايه. ده قلب الجبنه معانا. انا قلت لكم هي بس حبه لبن صغيره، بس انا حبيت اوريكم بس طلع معانا ما شاء الله، يطلع معانا خرطين جبنه محترمين حلوين كده. بصوا شايفينها عامله زي الزبده وانا بقطعها، حلوه جدا جدا والله. ورش عليها بقى ملح، تحديه او تخليه ملح بسيط. بصوا تحفه جدا والله يا جماعه، جربوها جربوها هتنبهروا من. شايفين ما شاء الله كريمي جدا جدا جدا. انا فعلا مبهوره بالفيديو ده والله يا جماعه، حرفيا كل ده بقى تجهيزات رمضان، استعدوا كده. ده اهم حاجه لتفريزات رمضان، ده اهم حاجه. الزبادي والجبنه دي اهم حاجه لرمضان، انتوا عارفين طبعا. سيبكم من الاكل والشرب بقى. هنا بقى تعالوا بقى للقشطه بتاعتنا القمر، بعد ما حطيناها في الفريزر سقعت شويه كده. تعالوا بقى هنا في العجان، بدل ما افضل ادعك بايدي ادعكها بايدي كده او اضربها بايدي ودراعك يوجعكم معرفش، لا انزل بقى في العجان. انا عندي عجان او مضرب او ممكن في الخلاط. وزي ما انتم شايفين كده اول ما بشغل عليها المضرب بتحس ان هي زي بتديك قوام كده الكريم شانتيه. بعد كده بقى تبص تلاقي انها فرولت معايا كده. انا اول ما شفتها فرولت معايا كده انا اتخضيت، انا قلت ايه مش هتنفع ولا ايه، بس في الاخر بصوا انبهرت بيها فعلا. شايفين بقى فرولت كده وعملت ازاي. شويه بقى والاقيها نزلت كل الميه بتاعتها، او كل بمعنى اصح اللبن الخض اللي بيقولوا عليه هو ده اللبن الخض. اللبن ده حلو جدا جدا لاي معجنات، بيخليك المعجنات طعم وريحه وهم. شايفين بقى الميه نزلت ميه خالص كلها. زي دلوقتي بقى في الوقت ده لازم نحترمها ونفصل العجان او نهدي العجان، طرطشتنا وبهدلت المطبخ. فهديت عليها العجان شويه كده، نزلت لحد ما الاقيها اتكورت كلها كده في قلب مضرب العجان. وخلاص فصلت عن اللبن بتاعها، اللبن اللي هو اللبن الخض ده، اللبن ده التحفه ده حلو قوي. زي ما انتم شايفين كده بقى. بصوا انا هلمها كلها كده، هلمها كلها تديني قالب زبده محترم. عايزه اقول لكم بقى احلى زبده واقيم زبده ممكن تاكلها. شايفين ما شاء الله قالب محترم على الميزان والله يا جماعه، على الميزان 400 جرام بالظبط على الميزان. يعني احنا جبنا 3 كيلو لبن ب 75 جنيه، طلعنا منهم 400 جرام زبده. والزبده دلوقتي ب 200 جنيه وب 220 جنيه. شايفين ما شاء الله. وعملنا زبادي وعملنا جبنه وشلنا كيلو ونص لبن. بصي حاجه كده من الاخر تحفه تحفه تحفه. شايفين ما شاء الله. ايه رايكم بقى؟ لو عجبتكم وصفتنا النهارده يا جماعه اوعوا تنسوش اللايك والشير. اوعوا بسرعه دلوقتي حطوا اللايك يا جماعه وشيروا لكل اصحابكم. كل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.